طبعا معانا غادة مؤنس ومحمد الهواري، واللي على اليمين ديت الكهنة اللي هي بتاعة الطاروت والأبراج، وبقالها فترة مختفية. ظهرت مع غادة. طبعا هي ضرسها بيوجعها، معرفش بقى لسانها كمان ولا ايه، هنعرف من ايه الكلام. ايوه اكسلي حد يشيري لما لسانها شويه. طيب ايوه اكسلي حد يشيري لما تفتح، ممكن يا وسام؟ ماشي تمام يا كابتن. ادوها مسكن. وسام اول ما تفتح شيري لي. وسام الكهنة ادته اسد. الكهنة ادته اسد. ألف سلامة. لا محمد الهواري، انا غلطت في الاسم. ويزيدك محبة الناس ويبعد عنك العين يا رب، ويهدي سرك يا قادر يا كريم يا حبيبتي، وكل حاجة بالصبر والاستعانة بربنا هتبقى ان شاء الله. لا محمد الهواري اقصد ده. طبعا هي مش قادرة تتكلم، تمام. والاخ اللي اسمه محمد ده قال ان غادة تعز عليا وحسني يعز عليا، فانا هحاول اتكلم معاه. ففي ناس كان اصلا وصلوا لي ان حسني طلع جست واتخانقوا مع بعض، فلو حد عنده معلومات باللي حصل يا ريت يقولها لنا في كومنت. هي طبعا مش قادره تتكلم، وبيقولوا لها خدي مسكن، تمام. ضرسها لسان، مش عارف لسانها، معرفش بالظبط، جيت متاخر بس جبنا اللقطه يعني. فهنتابع الموقف، ولما تفتح هنجيلكوا تاني. ما تنسوش تعملوا لايك، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد على الجميع.